لو في يوم صاحبك وانتوا قاعدين على القهوة قرر يقولك وهو بيشرب الشاي إن هو مشى جنب بوذا وقعد مع أفلاطون وضرب سيجارتين مع فان جوخ وإن هو لسه ما ماتش لحد دلوقتي، هتصدقه ولا هتقول عليه إن هو مجنون؟ الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة ده مش فيلم، ده امتحان متنكر في فيلم The Man From Earth، أو زي ما بحب أقول الراجل اللي نسى إن هو يموت. الفيلم ده بيتكلم عن دكتور في الجامعة اسمه جون أولدمان، قرر إن هو يستقيل وأصحابه الدكاترة جم عشان يودعوه. مهم تعرف الدكاترة دول دكاترة في إيه؟ دكتور في علم اللاهوت، دكتور في علم الاجتماع، دكتور في علم النفس، ودكتور في الحفريات، ودكتور في البيولوجي. بعد لما قعدوا مع بعض وسألهم سؤال حلو كده صدمهم كلهم، تعالوا نتخيل إن في إنسان عايش لحد النهاردة من 14,000 سنة. فكرة عجبتهم، كل واحد قاعد إن هو يتخيل إزاي ده ممكن يحصل على حسب التخصص بتاعه. يعني دكتور البيولوجي مثلا قال الإنسان ممكن يعيش أكتر من 100 سنة، بس التدخين والسموم اللي تدخل جسمنا بتخيل إن إحنا نموت بدري عن كده. وممكن تحصل طفرة جينية تخلينا نعيش أكتر من كده، بس مش كتير قوي. ودي كانت ممكن تقول أول لمحة من العقل إن ممكن الموضوع ده يحصل. أنا بقى الراجل ده، كلهم قالوا إن الراجل ده شكله اتجنن خالص، بس ماشي خلينا نستمتع ونجرب ونختبره. الاختبار الأول، المعرفة. لقينا إن الكل بدأ يسأل ويختبر جون. لو أنت عشت 14,000 سنة أكيد هيكون عندك معرفة كبيرة بالأحداث اللي حصلت. جون بدأ إن هو يحكي عن حاجات حصلت في العصور ما قبل التاريخ، كأنك قاعد مع موسوعة ماشية على رجلين. قال إن الكهف اللي اسمه ليزازي، وده مكان حقيقي، كان بيرسم فيه واحد اسمه جيرارد، كان بيرسم فيه الحيوانات اللي هم بيتمنوا إن هم يصطادوها مع بعض. بعد كده بدأنا ننزل من الجبال للسهول والبحيرات ونصطاد أسهل، وعرفنا ساعتها كمان الزراعة. واحد منهم بقى عرضه وقال له إن الكلام اللي أنت بتقوله ده موجود في أي كتاب مدرسة، يعني ما جبتش حاجة من عندك. جون قال له مش ذنبي إن الاكتشافات العلمية كانت صح. بيكمل جون قصته بإن هو راح للشرق، المكان اللي بتشرق منه الشمس، اعتقادا منه إن هيكون المكان دافي أكتر هناك، لحد لما وصل وعاش 2000 سنة كبني آدم سومري. بعد كده عاش بابلي تحت قيادة الملك حمورابي، وبيحكي قد إيه كان راجل عظيم. بعد كده سافر في البحر زي أي حد فينيقي، وسافر للشرق أكتر وأكتر لحد لما وصل للهند. هو بيقول إن هو لحسن حظه وصل أيام بوذا، بوذا اللي علمه حاجات عمره ما كان هيتعلمها. فضل معاه بوذا لحد لما مات، وكان بوذا عارف إن الشخص ده مختلف، بس جون مرضاش إن هو يقول له حاجة. جون ما أقنعش الناس بعلمه بس، لأ، الراجل بدأ إن هو يلعب على أعصابهم، وده اللي يخلينا نخش في الاختبار التاني، الصحة النفسية. وهنا تدخل دكتور فورويد، دكتور الصحة النفسية، وكان عايز إن هو يتأكد من إن الراجل ده ما خرفش، وسأله أنت بتقول إنك عايش من 14,000 سنة وبتقول إنك رجل كهف، أنت بقى أنت عرفت نفسك بالتعريف ده؟ والله هو سؤال ثعباني من طريق ثعباني، بس جون بيقول لدكتور فرويد انه لما العلم بدأ يعرف معنى انسان الكهف فعرفت ساعتها ان انا انسان كهف. فدكتور فرويد بيقول له هل جالك مرض قبل كده؟ جون بيقول له طبعا، في العصر الحجري جالي التهاب رئوي مرة او مرتين، اما بقى في اخر 200 300 سنة جالي التيفود والحمى الصفراء والجدري، وانا جيت من الطاعون الاسود. بعد ما حاولوا ان هم يقيسوا سلامته النفسية ويفهموا دماغه ماشية ازاي، بعد 14,000 سنة جاء الوقت ان هم يسألوا عن حاجة اللي كلنا بنجري منها مش بنلحقها، الوقت. وده كان الاختبار الثالث. بيقول جون ان الوقت في صالحه، وقدر في خلال 170 سنة ان هو يدرس كل التخصصات. وبص للدكتور فرويد وقال له ايه التخصص بتاعك انت؟ اللي هو الصحة النفسية. بس مثلا اخدت الدكتوراه في البيولوجي من جامعة اوكسفورد سنة 1840. وقال حاجة حلوة جدا بقى، ان هو عايش معاهم في نفس الزمن، مش بيسابق الزمن. يعني في حاجات جديدة بتظهر وهو مش شاطر فيها عادي، عشان زي ما احنا قلنا هو مش بيسابق الزمن، هو عايش معانا في الزمن الحالي. يعني لما جينا نعرف ان الارض مستديرة الموضوع اخد وقت كبير، هو نفسه كان عايش الوقت ده كله في الاثبات والنفي، والعقبات الاجتماعية هو عاشها كلها. كل الناس اللي ما كانتش عاوز تتغير ولا تقبل الجديد من اي حد، والكنايس اللي كانت رافضة انها تخلي الناس تسمع الجديد. جون ما كانش عبقري عشان معاه شهادات الدكتوراه ولا حاجة، هو بس كان معاه الوقت اللي خلاه يدرس كل دول ويعرف يعيش الحدث نفسه، فبقى اسهل عليه التعلم. يعني تخيل واحد كان عايش مع نيوتن نفسه، ونيوتن بيحكي له عن الفيزياء والحاجات اللي بينجح فيها وبيفشل فيها، اكيد الراجل ده هيكون قوانين الفيزياء المقرفه دي اللي احنا بالنسبه له هتكون سهله جدا. وهنا احنا لازم نعرف هو يعني ايه وقت. الوقت ده احنا حاجه مش عارفين ولا نوزنها ولا نسمعها ولا نشوفها ولا نقيسها. وسامعك اللي بتقول لي امال الساعه بتقيس ايه؟ هقول لك ان الساعه بتقيس نفسها مش بتقيس الوقت. الوقت ده شعور ذاتي جدا، هو الجزء اللي احنا عشناه، الجزء اللي بنخطط نعيشه في المستقبل.
واحنا بنتحرك بقى في خلال الأجزاء دي. ده غير إن الوقت بيختلف ونسبي من شخص للتاني. بمعنى مثلا فاكر واحنا صغيرين لما كان بيجي العيد ونحس إن اليوم طويل قوي غير باقي الأيام العادية؟ طب الناس اللي في الجيش يومها طويل ما بيعديش برضه وتحس إن اليوم فعلا طويل. نفس الناس دي هي اللي بتحس إن اليوم بيجري دلوقتي. جون نفس الكلام، السنة بالنسبة له كانت كأنها يوم واحد، واحنا اللي حاسين بالوقت مختلف. جون هو الشخص اللي عايش خارج إطار الوقت اللي احنا بنعيشه. وقبل ما تشتم وتقفل الفيديو، دكتور فرويد بتاع الصحة النفسية اتجنن شبه كده وراح مسك المسدس وقال لجون ان هو هيضربه، ولو عايش يبقى فعلا هو الانسان الخالد، لو مات يبقى هو كذب وجهة نظره. المشكلة ان جون قال لفرويد ان هو ما قالش ان هو انسان خالد، هو بيعرف نفسه ان هو عجوز عايش من 14,000 سنة بس، ولو ضربه ومات يبقى كده هيعيش حياته ازاي بعد لما قتل صاحبه. دكتور فرويد اتضايق واتجن واخد بعضه ومشى. ولو انت كمان هتمشي وتقفل الفيديو هنا فما تنساش بالمره تبقى تعمل سبسكرايب وانت ماشي يعني في السكه. بس انت هتخسر ساعتها انك مش هتسمع عملوا ايه في الاختبار الرابع، واختبار الرابع ده اهم اختبار، الدين. جون لما سالوه هو بيتبع انهي دين قال لهم مفيش دين بيتبعه. طب يا ابن الكهف انت مؤمن بوجود اله؟ قال لهم زي ما قال لباس لا احتاج هذه النظريه. وهنا قبل ما تشتم افتكر انت اللي رضيت بارادتك انك تدخل تشوف الاختبار الرابع. فهنا بس احنا محتاجين نعرف هو لباس كان عاوز ايه من الجملة دي، لا احتاج الى هذه النظرية. لباس ده عالم رياضيات فرنسي وكان شايف ان في امور كتير مش لاقيين ليها تفسير، فبنقول ان سبب وجودها هو الله، ولكن لما بنلاقي تفسير علمي للشيء ده خلاص مش بنحتاج الله، استغفر الله يعني. فهنا جون بيستشهد بكلام لباس وبيقول ان اللي عاشوا في خلال 14,000 سنة اللي عاشوا على الارض مخليه يشوف اسباب كلها بتحصل قدامه لايف. الصدمة كانت على الوش كل الحاضرين وعلى وشي دلوقتي برضو وانا مسجل والله، ووشكوا برضو وانتوا بتسمعوا. بس الصدمة الأكبر لما اتسأل على إن هو هل اتقابلت مع شخصيات دينية. في الأول هو كان رافض إن هو يجاوب، قعدوا بعد كده يتحايلوا عليه وحد خمن أنت موسى؟ فقال لهم ساعتها قصة موسى هي مجرد أسطورة. قال له طيب شفت حد من رسل المسيح؟ بيتر مثلا؟ قال لهم ده كان صياد وكل اللي بيفهم فيه هو الصيد بس. هو أنت قابلت المسيح؟ جون هنا سكت لحظة وبعدين قال لهم أنا كنت هناك وعلمت الناس شوية أفكار اتعلمتها من بوذا زي الرحمة والتسامح والسلام والمحبة. الناس حبت الكلام واتجمعت حواليا، وبعد ما مشيت بقرون الحكاية كبرت أكتر وبدأت الأسطورة إنها تتكون، وعرفت بعد كده الناس افتكرتني المسيح، فقرر إن هو ينسحب بهدوء من المكان، ولكنه سمع بعد كده إن في واحد تاني اتصلب مكانه بالغلط، أو الناس افتكروه إن هو نفس الشخص. يا نهار اسود، ده احنا لما عملنا حلقه عنوانها هو الاله راح فين اتكفرنا، برغم ان والله العظيم حاطين فيها ايات قران. امال هنا هتقولوا علينا ايه؟ احنا نخش على الاختبار اللي بعده اللي هو ولا علم بيشرحه ولا منطق بيفهمه، بس كل بني ادم بيمر بيه. الاختبار الخامس، الحب. واحد من الدكاتره سال جون وهو بيضحك 14,000 سنه يعني دخلت في كام علاقه وعشت كام حب؟ جون ابتسم ابتسامه فيها تعب وقال مش كتير زي ما انتوا فاكرين يعني. جون بيقول لنا الحب ده شيء جميل، بس لما كل اللي بتحبهم بيموتوا بتبدأ تحافظ على قلبك أكتر ما تفتحه. تخيل تحب حد بكل كيانك وبعدها تشوفه بيكبر وبيشيخ ويموت وانت ثابت بنفس الملامح، بنفس السن، بنفس الذاكرة. الكارثة مش بس في الفقد، الكارثة انك تفضل عايش بعده وتحاول تحب تاني وتعيد نفس الحلقة تاني. حب، ارتباط، موت، وحدة. جون قال ان هو جرب يحب بس كل مرة كان بيضطر ان هو يمشي. ليه؟ عشان شكله ما بيتغيرش وهي بتكبر وهو لأ. في الاول بيكونوا شبه بعض، بعدين شكلها كأنها امه، بعدين الناس بتبدأ انها تشك، بعدين لازم ان هو يهرب. وده اللي حاصل دلوقتي مع واحدة منهم في القعدة دي، ساندي اللي هو بيحبها وهي بتحبه جدا، وبيقرر ان هو يسيبها عشان مكتوب عليه الرحيل كل 10 سنين. وده نداء لكل واحد حابب ان هو يخلع من اي علاقه يروح يعترف لها ان هو راجل كهف عايش بقى 14,000 سنه وهي هتطلع كهف امك ان شاء الله. دلوقتي جت دور على الضربه القاضيه، الاختبار اللي الفيلم كله بيتجهز له من اول دقيقه، الاختبار السادس، الموت. جون بيقول لهم ان هو ما يعرفش الموت ولكنه يعرف الفقد. يعني هو مش شايف لحظه موته ولكنه شايف كل الناس اللي حبهم ماتوا، وده اللي خلاه يشوف الموت مش حدث بيحصل له، حاجة بتحصل للي حواليه كل يوم. وهنا نسأل سؤال، احنا ليه بنخاف من الموت؟ احنا بنخاف من الموت عشان مش بنعرف غير الحياة. بس جون شاف الحياة بتخلص كتير لدرجة ان الموت بقى صاحب قديم ليه، وده بيخليك تفكر هل الموت هو النهاية ولا هو إعادة ضبط؟
فيمكن هو الراحة. تاني سؤال كان الخلود ميزة ولا لعنة؟ في أول الفيلم الموضوع يبان إن هو مغري، واحد عايش من 14,000 سنة شكله ما بيتغيرش، شاف كل حضارات، حاجة جامدة جدا. بس كل ما بنقرب من جون بنكتشف إن هو مفيش بيت بيفضل فيه، مفيش حب يقدر إن هو يكمله، مفيش هوية يقدر إن هو يحتفظ بيها. الخلود في الفيلم مش قدرة خارقة، الخلود هنا وحدة أبدية. كل اللي بتحبهم بيموتوا، كل الأفكار اللي بتؤمن بيها بتتغير، كل حاجة حلوة بتنتهي. عشان جون يبان قد ايه بيعاني في اخر الفيلم، كان جون واقف بره البيت وبيحكي مع ساندي ان هو متضايق من الترحال، وكل مره باسم مختلف وشغل جديد، تعب من كل ده. وبيقول لها ان هو مثلا في العصر الحجري كان اسمه جون بيلي، وهنا هو جون سافد. من 60 سنه كان اسمه جون بارتي. الكلام ده سمعه بالصدفه مين؟ فرويد دكتور الصحه النفسيه. بيتصدم فرويد وبيقول له كنت وقتها في حته اسمها بوسطن. ساعتها بيفتكروا بعض وبنكتشف ان جون يبقى ابو دكتور فرويد، وان هو جارهم هو وامه من 60 سنة. فرويد بيجيله أزمة قلبية وبيموت، وهنا بيعيش جون الفقد والموت من تاني مع ابنه، كأنها دايرة مفرغة ما بتنتهيش، وان مهما هتلف وتبتعد هتلاقي حد قريب منك بيموت. في النهاية جون عاش آلاف السنين، ولكن الحقيقة عمره ما عاش يوم واحد زي اللي احنا عايشينه دلوقتي، يوم ليه بداية ونهاية، يوم محسوب وليه طعم. يمكن الحياة القصيرة هي اللي بتخلي لكل لحظة معنى. يمكن الخلود مش نعمة، لكن النعمة الحقيقية انك تعيش الحياة دي وتنجح في اختباراتها. الأسئلة اللي اتسألت لجون زي المعرفة، الصحة النفسية، الوقت، الدين، الحب، الموت، هي نفس أسئلة لكل واحد فينا بيواجهها بشكل أو بآخر. فكر وجاوب على قد ما تقدر، وسيب إجابتك في الكومنتات، يمكن نكتشف مع بعض إن إحنا مش محتاجين 14,000 سنة عشان نفهم. فجاوبني على كل واحد من دول عن فكرتك عن الحب وعن الموت وعن الدين وعن الوقت وعن الصحة النفسية. وبس كده، هتلاقي كل اللينكات اللي انت محتاجها تحت في الديسكريبشن، انستجرام، فيسبوك، كل الحاجات دي. ولا تنسى ان تترك لنا كومنت باسم الفيلم اللي احنا مش بنعمله. تقريبا كل الناس بتكتب لنا احنا مش بنعمل حاجه، بس يعني احنا في حاجات كتير قوي بنعملها، فان شاء الله نبقى نعمل بعد كده الحاجات اللي انتوا بتكتبوها دي. بس كده، كان معاكم حسن فهد، والسلام عليكم.